هاد الايام تقدر تكون طلعت لكم واحد القصه متداوله ديال واحد السيد سميتو عامر اللي تعكسوا ليه الامور باش انه يمشي للحج. مشات الطياره المره الاولى وعاودت رجعات، مشات الطياره المره الثانيه وعاودت رجعات. شدوه كيحسب لهم واش واحد السيد كان مطلوب عند البوليس. المهم القضيه كانت مرونه عنده، ولكن اللي زوين في الامر انه كان واثق بانه راه غادي يمشي للحج. حيت فاش سولوه كيقول له الضابط راه زعما العام صافي العام ان شاء الله تمشي للحج، كيقول له غادي نمشي. اليقين في الله سبحانه وتعالى. الله يسر لهاد السيد هذا، ولكن حنا شادين نستافدوا من القصه. هو انه الانسان يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، ويتاكد يقينا بانه راه الحاجه اللي طلبها من الله سبحانه وتعالى راه غادي يعطيها ليه. كان دابا ولا من بعد، المهم راه غادي يعطيها ليه. ويامن بان الله سبحانه وتعالى كيكتب ليه الحوايج اللي زوينين. حيت هذا الشيء هو اللي كيختلفوا فيه الناس. بحال مثلا فاش كنبقاو كنسولوا سبحان الله هذاك طرات لي ديك الحاجه، هذاك طرات لي ديك الحاجه. هادوك الناس عندهم سر مع الله سبحانه وتعالى، وواحد من الاسرار هو انهم كيحسنوا الظن بالله. حيت ربي قال لنا انا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. وصافي تما سالت القصه، فلنحسن الظن بالله.